نسبة الاشراف الميزة الوحيدة بتاعت ان فيه اللي هو انت بتعرف الحاجة هتكلف كام او الحاجة اللي انت عاوزها هتجيبها هتكلف كام. فانت مثلا الشيك انوف تقدر تختار انا هجيب بورسلين ولا هجيب سيراميك ولا هجيب اي حاجة انا محتاجها. بتختار نسبة الحاجة على حسب ميزانيتك سواء حاجة غالية او حاجة رخيصة. ده بالنسبة لنظام الاشراف. بالنسبة للأمن النظام ما تجيبش فيك الصغير وتجيب بيكس كبير. في سؤال جوهري كتير من الناس يسألون: باشمهندس احنا نشتغل بنظام باقات ولا بنظام نسبة الاشراف؟ يا باشمهندس نظام نسبة الاشراف احسن ولا نظام باقات افضل؟ يا باشمهندس نظام نسبة الاشراف اغلى ولا نظام الباقات اغلى؟ والله العظيم الاختلاف بينهم بسيط جدا. نظام الباقة بيوضح لك انت هتاخد ايه مقابل ايه. زي ما احنا قلنا ان الباقات في اكتر من باقة، لكل باقة ثمن. انت بتختار الباقة المناسبة معاك عنها. ولكن نسبة الاشراف الميزة الوحيدة اللي فيها اللي هو انت بتشطب على مهلك واحدة واحدة. المبلغ اللي معاك بتشطب بيه. هي دي الميزة بتاعتك. وان انت بتعمل الحاجة اللي انت حاببها. انت حابب حاجة غالية في الشركة بتجيبها لك، حابب حاجة رخيصة في الشركة بتجيبها لك. فنسبة الاشراف الميزة الوحيدة بتاعت ان فيه اللي هو انت بتعرف الحاجة هتكلف كام او الحاجة اللي انت عاوزها هتجيبها هتكلف كام. يعني مثلا الشقة زي كده احنا فيها القضية سعر بالسنين. انت مثلا لو مشتغل بنظام مثلا الباقة، لو انت مشتغل بنظام باقة اللي لو في الباقة هل الشقة فيها دسين ولا فيها سيراميك. فانت بالنسبة للاشراف تقدر تختار انا هجيب بورسلين ولا هجيب سيراميك ولا هجيب اي حاجة انا محتاجها. فنسبة الاشراف الميزة الوحيدة فيها ان انت تشطب بص كما تحب. ان انت تبقى عارف انت هتجيب ايه. بتختار كل حاجه على حسب ميزانيتك سواء حاجه غاليه او حاجه رخيصه. ده بالنسبه لنظام الاشراف. اما نظام الباقات انت يعني مثلا في نظام الباقات عندنا النظام مثلا في الباقه الاقتصاديه بيكون بيكس صغير. تمام. طيب انت مثلا حابب تشتغل في نظام نسبه الاشراف ممكن ما تجيبش بيكس صغير وتجيب بيكس كبير او تجيب تانجو او تجيب جانجو. فانت في نسبه الاشراف بتتغير على طول الخامات بتجيب اللي انت عاوز تجيب حاجه رخيصه عاوز تجيب حاجه غاليه. فانت بتتحكم. طبعا الشركه بتبقى متفقه مع الشركه على بالنسبه كام. فالشركه بتبقى عارفه نظامها ايه معاك من الاول وانت بعد كده بتقدر تتحكم في كل حاجه عندك في الوعي. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفرق بين نظام نسبه الاشراف ونظام الباقه. السلام عليكم.